السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا في احسن حال يا رب. لو انت عندك المبرد او المكيف الصحراوي ضعف، ما بقاش زي الاول، التبريد بتاعه قل خالص، وكمان الهواء بتاعه ما بقاش زي الاول، تعالى اقولك على طريقة كده هترجعه كأنه لسه زيرو. زي ما انتم شايفين كده معايا المبرد كله تراب وكمان رواسب، بقالي فترة ما غسلتوش. تعالوا ننضفه مع بعض النهاردة. اتحداكي بعد التنظيف المبرد هيرجع معاكي كأنه لسه زيرو. الهواء بتاعه بيكون نقي وكمان التبريد بتاعه بيكون شديد خالص زي الاول واحسن كمان. زي ما انتم شايفين كده انا بفتح الغطا من ورا اللي احنا بنحط فيه التلج والميه، وكمان في تحت كده غطا. المكان ده بيكون كده فيه من تحت علشان يسهل معانا عمليه التنظيف. شايفين كميه الرواسب اللي نزلت منه من ورا عامله ازاي؟ شايفين المبرد كله تراب بصراحه، بقالي فتره ما غسلتوش. تعالوا اوريكم كده انا بغسله ازاي وبرجعه كانه لسه زيرو ازاي. شايفين المروحه عليها كميه تراب ازاي؟ بس بصراحه الكاميرا مش موضحه خالص. واحده واحده كده معايا ليفه خشنه، بس ما تكونش بتجرح، يعني خلي بالكم ما تكونش حاجه خشنه عشان ما تجرحوش. واحده واحده كده. خلي بالك كمان ما حاولي ما تدخليش الميه على الموتور من جوه، يعني انا بغسل المروحه من ورا مش من قدام. زي ما انتم شايفين كده بمسك الريش بتاعته واحده واحده كده. على فكره كميه التراب اللي بتكون مجمعه فيه مش طبيعيه، وبعد التنظيفه دي بتكون ريحته حلوه جدا، وكمان لسه زيرو كانك لسه شارياه من المحل على طول. يعني المبرد او المكيف ده عندي بقاله 5 سنين، بصراحه كل غسله فيه بيرجع احلى من الاول. بمسك كده الفلاتر بالخرطوم واحده واحده كده. تعالوا اوريكم كميه الرواسب اللي هتنزل من المبرد او المكيف من ورا. شايفين كميه الميه اللي نازله منه لونها عامل ازاي؟ يعني انا غسلته بغسله على طول، يعني مثلا في الصيف بغسله كل شهر. بعمل له كده دورة تنظيف كل شهر بالطريقة دي علشان يديني ريحة حلوة، وكمان ما يكونش الهواء اللي طالع منه ريحته تراب خالص. يعني الفلاتر لازم تتنضف كويس كل شوية كده علشان طبعا التراب ما يجمعش في الفلاتر ويطلع معاكي الهواء اللي المكيف او المبرد بيشغله ريحته تراب. بغسله كده بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. تعالى اقول لكم كده واحنا بنغسله على المميزات بتاعته والعيوب. خلينا كده في العيوب الاول. العيوب بتاعته هو عايز مكان واسع، مش عايز مكان مقفول خالص. المكان المقفول بيعمل فيه رطوبة عالية جدا، بيعمل رطوبة وكمان بيعمل ريحة مش حلوة. المكان المقفول يعني ما ينفعش تشغليه في غرفة وتكفلي الباب، لازم مكان مفتوح، يعني قصاد باب شباك. ما ينفعش تكفلي الغرفة وتشغليه. لو حطيتي في مية او تلج، لو شغلتيه في الغرفة هيعمل معاكي رطوبة عالية جدا، وكمان صوته عالي شوية بصراحة. لو شغلتيه مروحة بس ينفع تشغليه في غرفة وتكفلي الباب. لو حبيتي تشغليه مروحه بس، لو حطيتي فيه تلج وميه ما ينفعش تغفلي الغرفه وتشغلي المبرد، علشان بصراحه بيعمل رطوبه عاليه جدا. يعني هو مستحب ان هو يكون في مكان مفتوح، بصراحه بيكون خطير. زي ما انتم شايفين كده بغسله كويس بالطريقه دي. اتاكد كده من نظافته. الحركه دي بصراحه بتخليه معايا حلو جدا، بتخلي ريحته حلوه. وسلام كده لو حطيت فيه شويه ميه معطر بتخلي ريحته خطيره. تعالى اوريكم شكله كده بعد ما غسلناه. شايفين النظافه؟ نضف طبعا. اتاكدت المروحه بتاعته نظيفه من جوه الفلاتر، غسلتها كويس وغسلتها من بره كمان. غسلت مكان تخزين الميه كويس عشان لو حبيت احط فيه ميه كده تفضل ريحته حلوه، ما يعملش ريحه مش حلوه معانا. لان الميه لو اتحطت فيه يوم واتنين وشغلته في مكان مقفول او مكان مش فيه شباك، صراحه بيعمل ريحه وحشه خالص. يا رب يكون الفيديو افادكم، والسلام عليكم.